السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني كتير، يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير. ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونحط اللايك ونشترك في القناة. لو انت مش مشتركة اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. تعالي بقى نشوف الاسعار عاملة ايه النهاردة، ونشوف احنا جبنا ايه اصلا من السوق. بصوا كده، هنقول بسم الله. عملت الكفتة اللي هي ام رز دي اهي. هو كيلو اللحمة عامل 220 جنيه. هي بص متجمده لان انا هعملها ان شاء الله على بكره. هسيبها بقى تفك كده بره التلاجة النهارده، وهعملها بكره ان شاء الله باذن الله. دي قلت لكم الكيلو اللحمه عامل 220، انا عملت نص. ده نص كيلو ماشي. تاني حاجه جبت خيار اهو. بصوا هو خيار اهو، في منه اللي هو الصغير شويه، في منه اللي هو الصغير شويه. الصغير شويه عامل 12 جنيه، واللي هو الكبير ده كان عامل 10. انا شفت ما فيش فرق غير ان ده كبير وصغير بس، يعني ما فيهوش حاجه، مش في فرق يعني ما بين الاتنين. طبعا هو كده سعر الخيار كان نزل، لان كان الخيار عامل 15 وكان عامل 16، وكان ب20 برضو عندنا هنا. يعني كده سعره نزل كتير، فاهمني. جبت كمان بطاطس. بطاطس دي اللي هي تحسها لونها كده محمر شويه. بصوا مش عارفه باينه ولا لا، بس مديها ايه حمار كده، بتبقى تحمير دي. بس البطاطس بقى هي اللي ايه شكلها هتغلى، لان البطاطس بادئه من 12 جنيه و13 و15. 12 و13 و15 اهي. البطاطس هي اللي هتغلى، مع ان اللي هي الجديده المفروض ان هي خلاص ان هي هتنزل، يعني المفروض ان يعني سعرها ينزل. بس زي ما بقول لكم كده البطاطس هي اللي لقيتها غاليه، بدات ان هي تغلى اهي. ماشي. جبت قد ايه؟ جبت كيلو. جبت كيلو بطاطس ماشي. القوطه القوطه هي بقى اللي ايه عايزه اقول لكم ان في كل مكان بسعر. يعني القوطه دي انا جايباها ب 12 جنيه ماشي. في مكان تاني بيبيع نفس القوطه دي ب 16 جنيه، وفي اللي بيبيعها ب 13. محدش ثابت على سعر فيها خالص. يعني القوطه دي كل واحد كده زي ما بنقول كده ايه كل واحد بيبيع بمزاجه، فاهمني. بصوا يعني هي ناشفه اهي، مفيهاش اي حاجه. دي ب 12 جنيه انا جايباها. جبت 2 كيلو ب 24 جنيه. و... ولقيتها هنا بقى جنب البيت هنا عندي، لقيتها بتتباع ب 16 جنيه، فاهمني. فدي محدش ثابت بيها على سعر، كل واحد بيبيع بمزاجه فيها ماشي. طبعا بقى جبت بصل. انا بص عايزه اقول لكم شنطه البصل دي المفروض كانت بتبقى شنطه كبيره كده، يعني حجمها كبير قوي. بس طبعا زي ما احنا عارفين البصل غالي. ده انا جايباه ب25، والمفروض ده كده كمان رخيص. يعني احنا البصل هنا عندنا 25 26 27 و30 وانت طالعه. ده كده ده ارخص حاجه كمان يعني. جبت نص كيلو. بص عامل ازاي اهو، بس ما فيهوش حاجه يعني من جوه. بصوا يعني مش بايظ ولا حاجه. بصوا جبت نص كيلو. جبت وحدتين حمر كده، وجبت الباقي اصفر ماشي. فده بقى اللي سعره برضو ايه يعني لسه منزلش خالص. جبت كمان فلفل. جبت الفلفل ده. بصوا تحسوه رومي، وهو يعني اللي هو شبه الحراق، فلفل حراق يعني، مدي حراق على رومي اهو. بصوا اهو. وجبت كام قرن حمر كده. جبت كام قرن حمر كده. الفلفل هنا عندنا عامل 15 جنيه، بس لما جيت ناحية البيت هنا لقيته عامل 12. فبرضو ده يعني ناس بتبيعه ب15 وناس بتبيعه ب12. فانت بقى لو هتنزلي السوق ما تجيبيش كده اول ما تنزلي وخلاص، يعني انزلي دوري الاول وشوفي السعر المناسب ليكي وهاتيه. كمان جبت بقى بطاطا، ارخص حاجة في السوق ب6.5 اهي. جبت بطاطا جبت 2 كيلو. 2 كيلو عاملين 13 جنيه.
6 ونص، 6 و6 13 جنيه. 2 كيلو عاملين 13 جنيه. ماشي. وجبت كمان 3 خل. دول كانوا عاملين كام. كنت في الفيديوهات اللي كنت مصوراها كانوا عاملين مش عارفه 6 جنيه او 7 جنيه عرض. دلوقتي بقوا عاملين 10 جنيه عرض. دول 3 بقوا ب10 اهو. جبت 3 ازايز. جبت كمان كيس الشعرية ده عامل 6 جنيه. ماشي. وجبت كيس ملح ده عامل جنيه. ماشي. وده عامل 2 جنيه. يعني انا كنت جبت ده الاول، ده ب2 جنيه. وبعد كده اتبقالي فلوس فروحت جايبه كيس ملح، قال لي ده بجنيه. مش عارفه بقى ايه الفرق ما بينهم الصراحه. بصوا، يعني مع ان ده حاساه اكتر، يعني ده حاساه اتقل من ده. جبت كمان نشا عشان انا بحتاج نشا كتير اهو. دي دريم اهي. ده الكيس عامل 5 جنيه. انا ما بحبش اجيب نشا سايبه الصراحه، عشان بلاقيها يعني متبهدله عند العطار وكده، بتبقى فيها اللي هو السوس ده، او بتبقى مليانه مكرونات شعريه، حاجات من دي، بتبقى العيال بتلعب فيها هناك يعني. ما جبتش الصراحه اللي هي السايبه. جبت اللي هما الكيسين اللي هما الاكياس دي المغلفين دول. كيسين عاملين 10. جبت كمان زيت اللي هو جوز هند. دي علبه. دي حاجات انا جايباها عشان للشعر، يعني هعملها وصفه للشعر. بصوا كده اوريها لكم. استنى اهي من جوه، ده شكلها من جوه اهو. ماشي. وجبت كمان دول يعني بسم الله ما شاء الله ب10 جنيه فلفل اللي هو الاسمر. بصوا كده، هما باينين في الكاميرا ان هما كتار قوي، بس عايزه اقول لكم ان هما حبه، يعني ما يملوش، يعني اقول لكم ايه، كف ايدي مثلا. بصوا، انا عايزه اوريكم ان هما قليلين جدا اهو. بصوا كده ب10 جنيه. دول ب10 جنيه. وجبت بقى ايه حبهان، وجبت اللي هو الخردل والحاجات دي برضو لوصفة الشعر، بس جبت كل حاجة ب10. يعني دول كده ب10 اهو. بس حبات دي ايه ب10 اهو. كل ده كده ب10. جبت ده كمان اهو ب10 اهو. بصوا، مش عارفة باين عندكم ولا لأ، اهو باين كده. كل ده ب10 اهو. بصوا قد ايه ب10 اهو. كل ده انا جايباه هعمل بيه وصفة للشعر وكده يعني. جبت كمان كيس الرابسو اللي هو باهي ده ابو 15. عايزه اقول لكم عندي الكيس القديم نفس الوزن كان ب10 جنيه اه. عندي الكيس القديم والله جوه كان نفس الوزن ب10 جنيه اه. ماشي. وجبت اللي هو الكريم اللي هو فيمي ده، اللي هو المزيل ده عامل 18 جنيه. ده اللي هو الوسط، ده عامل 18 جنيه. وكمان جبت علبة الكريم اللي هي المنكي دي جميلة، انا كنت جبتها قبل كده عجبتني فجبتها تاني. دي جبتها ب14 جنيه، بس مش جايباها من هنا، دي جايباها من الزهور، عشان انا هنا بيبيعوها اغلى من هنا بكتير. يعني بتاع الصابون هنا لقيت سعرها اعلى من هنا بكتير جدا، بس عشان محدش يروح يجيبها يقول لي ان هي اغلى من كده، انا بقول لكم انا جايباها من شركة الزهور. دي يعني دي بتبقى شركة فسعرها بيبقى مخفض شوية في الاسعار. انا جايباها من هناك ب 18 ب 14 جنيه، فهتلاقوها عند بتاع الصابون هتبقى اغلى من كده. بس دي كده المشتريات اللي انا جبتها النهارده دول. عايزه اقول لكم الحاجات دي كده كلفتني حوالي يعني ده من غير الكفته، يعني ممكن 250. ده من غير يعني 250 دي من غير، طبعا بقى هنزود حق الكفته كمان 110. شوفوا انتوا بقى كده كام.
بس يعني حبة حاجات بمبلغ وقدره، مصروف بيت لوحدهم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة اهم حاجة، وتدوسولي لايك وتشجعوني وتبسطوني. وما تنسوش اهم حاجة برضو تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.